الأمانة هي نفس الإنسان. نعم. أوكله الله إياها، وقد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. والفلاح هو النجاح مع الله، النجاح في الآخرة. فقد أفلح من زكاها، ومعنى زكاها أي عرفها بربها. نعم. وحملها على طاعته، ودفعها إلى التقرب إليه بالأعمال الصالحة، وهذا هو ثمن الجنة. نعم. التي خلقنا من أجلها. فالأمانة هي نفس الإنسان التي بين جنبيه جعلها الله أمانة عنده، فسعادته بيده وشقاؤه بيده، فإذا زكاها سعد ونجح في الدنيا والآخرة، وإذا دساها أي جعلها بعيدة عن ربها ولم تنضبط بمنهج الله عز وجل وأساءت إلى خلق الله، شقيت في الدنيا والآخرة. وحينما حمل الله الإنسان هذه الأمانة أعطاه مقومات هذه الأمانة. نعم. فهذه المقومات وسائل معرفة الله أولاً، والتقرب إليه ثانياً.